يقول هذا الشاب وهو يبعث برسالة، يقول لي وأنا سأقرأها عليكم نصا، يقول: سيدي العزيز، أنا شاب عمري فوق 30 عاما، لست متزوجا، من فترة إلى أخرى تهيج علي غريزتي، لا أستطيع كبحها، لا أصبر على غريزتي، فألجأ إلى مشاهدة الأفلام الإباحية والعادة السرية، لكني في قرارة نفسي أعلم أن الله يراقبني، أعلم أنه يراني. أحيانا أقول لنفسي: لما تجعل الله أهون الناظرين إليك؟ لكن غريزتي تغلبني. في قرارة نفسي أقول إن عدم الزواج لا يسمح لي بتلك المعصية. في الكلام الذي أذكره لك كان آخره صباح يوم الاثنين، يوم الزلزال، وقبل وقوعه بساعة، وأنا أشاهد تلك الأفلام حينها بدأ الزلزال. كنت على الحالة التي لا أحب أن ألقى الله تبارك وتعالى بي. لما وقع الزلزال كففت يدي، توقفت عن المشاهدة، حينها علمت أن النجاة في أن أعود إلى الله. تذكرت وقتها أن الصلاة على نبينا رحمة. في تلك الأوقات أخذت أقول: يا الله، وأصلي على رسول الله. سيدي العزيز، في هذه اللحظات كثرت الخواطر التي تجول في ذهني. ماذا لو قبض الله روحي وأنا في تلك اللحظة؟ كيف سأبعث يوم القيامة وأنا على تلك الحالة؟ ماذا سيكون مصيري في القبر؟ ما هو جزائي في الآخرة؟ كيف سأجيب الملكان؟ انتهت الزلزلة، لكني قلت: الحمد لله، رجعت نفسي ورجعت ما جال في ذهني وزدت عليه. بيتي لم يهدم، لم أمت، لم أصب. خوفي من الزلزال في الدنيا هكذا، فكيف بزلزال الآخرة؟ فكيف بزلزال الآخرة؟ كفى يا نفس ما كان، كفاك هوى وعصيانا، كفاك ففي الحشا صوت من الإشفاق نادانا. كفى يا أنا لم أمت سيدي، هل هذا لطف من الله أم تنبيه وتحذير لي؟ أما آن المآب بلى بلى يا نفس قد آنا. أما آن المآب بلى بلى يا نفس قد آنا. بلى يا نفس قد آنا. بكل حال أردت أن أكتب لك هذه الرسالة لتبعثها للناس عبرة في هذا الزمان. هذه رسائل أتت، أنا أقول له: لو لم يحفظك الحفيظ كنت قبضت وأنت على المعصية. لذلك النجاة الحقيقية ليس أن تنظر إلى ما فقدت من الدنيا، انظر إلى ما حفظ عليك من الدين. قلبك بين يدي الرحمن، بين أصبعين من أصابع الرحمن. ما اللحظة التي سيأتيك ملك الموت وأنت عليها؟ حفظ سمعك وأنت تسمع للحرام، حفظ بصرك وأنت تنظر إلى الحرام، واسمع قوله: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. إنه الحفيظ. استحفظوا الله تبارك وتعالى في دينكم، في أنفسكم، في أموالكم. سلوا الله تبارك وتعالى العافية، فهي أعظم ما يسأل العبد في هذه الأوقات، في زمن الفتن والشهوات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ علينا ديننا.